أقوى سلاح لحل أي مشكلة في حياتك أنت ممكن تتخيلها، واللي بالنسبة لي كان هو حجر الأساس لأي حاجة في حياتي أنا حققتها. وبالنسبة لي الزول اللي ما مستغل السلاح ده أفضل استغلال هو شخص بس ضرب نفسه في مقتل. السلاح ده هو الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء سلاح المؤمن، وللأسف كثير مننا غافل عن السلاح ده. لما يكون عنده حاجة بيسأل أي شخص في الدنيا إلا الله عز وجل، والبشر بيملوا من السؤال بتاعك، لكن الله عز وجل بيفرح لما تدعوه ولما تتضرع له. الدعاء ده هو فن انت لازم تتعلمه زيه زي اي فن، وافضل من يعلموك فن الدعاء هم الانبياء، كانوا يتفننوا في الدعاء. ومن اهم الحاجات اللي انا ممكن اشاركك بها في الفيديو ده هي انه انت لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى يدعوه باسمه الوهاب، ما بس تدعوه باسمه الرزاق، لانه لما تدعي ربنا سبحانه وتعالى باسمه الرزاق بيرزقك الحاجة اللي انت بتستحقها، لكن لما تدعوه باسمه الوهاب بيهبك الحاجة حتى لو انت ما بتستحقها. سيدنا سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فحصل شنو بعده؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو امسك بغير حساب. فسيدنا سليمان ما طلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يملك الجن والرياح، لكن بس دعاه باسمه الوهاب، وشوف الملك جاه من ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا ربنا سبحانه وتعالى قال ربي هب لي من الصالحين، ما طلب ان اولاده يكونوا انبياء، لكن لانه قال هب لي بقى هو ابو الانبياء. اسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وزكريا ويحيى والمسيح ابن مريم وموسى وهارون ومحمد صلى الله عليه وسلم بقى أبو الأنبياء بس لأنه قال هب لي من الصالحين. سيدنا زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. يعني كل الحاجات ما بتظبط، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا ونات ما كان مصدق. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فبتلاحظ أن الأنبياء أصعب الظروف وأصعب الأوقات كانوا بيدعوا الله عز وجل باسمه الوهاب، فتعلم الحاجة دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يهبك حتى لو انت ما بتستحق. وفي الختام لو ما أحب الله عز وجل عبده لما ألهمه الدعاء، فوالله لو أوتيت من الأرض إلى العرش ذهبا وعطل لسانك عن الدعاء وعن ذكر الله كنت أفقر الناس. ولو ما عندك أي حاجة في الدنيا دي غير السلاح ده حتكون أسعد شخص في الدنيا.